السؤال ده قاعد يتكرر كثير الصراحة. أنا أبدأ بأي لغة؟ أنا عايز أتعلم برمجة، أبدأ بلغة شنو؟ فبتيجي تلقى في الكومنتات، تيجي تلقى في بوستات كثيرة، أبدأ بسي بلس بلس لأنه كده، أبدأ بجافا، أبدأ بسي، أبدأ بسي شارب، أبدأ ببايثون، أبدأ بجافا سكريبت. في ناس بيقول لك لا ما تبدأ بجافا سكريبت، ناس بيقول لك لا أبدأ بسي بلس بلس. لما تقول له ليه أبدأ بسي بلس بلس بيقول لك والله يا أخي فيها ميموري مانجمنت وشنو بتاع، وتلقاه أصلا هو يوم ما اشتغل على البوينتر يعني. لكن انا عايز اقول لك حاجه، انت قبل ما تبدا، بس دي حاجه خدتها بالجنب وخليك عارفها. البرمجه ما هي الا اسلوب بتاع حل مشاكل، تمام؟ اسلوب بتاع حل المشاكل بس. وانت عشان تبقى مبرمج او تحل المشاكل برمجيا، انت محتاج تتعلم كل اساسياتها. وعشان تتعلم الاساسيات البرمجيه دي، فانت محتاج لغه من اللغات دي اللي هو توفر لك كل الاساسيات دي، لغه تكون شامله فيها كل الاساسيات البرمجيه اللي انت محتاجها في بدايتك. ولازم تعرف انه اللي هو اللغة ما هي الا أداة انت بتستخدمها عشان تحل بها المشاكل البرمجية، او تحل بها المشاكل البرمجية، ما اكتر من كده. هي أداة بتاع حل المشاكل بس، دي لغة البرمجة. اما البرمجة فهو اسلوب بتاع حل مشاكل ما اكتر. يعني في النهاية انت بعدين هتستخدم فيها خوارزميات، وهتستخدم فيها هياكل بيانات عشان ما تطلع تطبيق سريع وما بيستهلك موارد يعني، تمام؟ فكل الحاجات دي انت هتتعرف عليها تسلسليا. ظابط؟ خلينا فشوف من الاساسيات اللي انت محتاجها. انت محتاج تعرف الفاريبلز، انت محتاج تعرف الداتا تايبس، انت محتاج تتعلم اول السينتاكس بتاعت اللغه دي شغاله كيف. انت مفترض تتعرف على اللوبس، مفترض تتعرف على الكونديشنز، وبرضه مفترض تتعرف برضه على الدوال، مفترض برضه تعرف اللوبس يعني. ففي اساسيات برمجيه انت مفترض تعرفها، وانا اعتقد انه الاساسيات دي اغلب اللغات بتقدم عليك. والاساسيات اللي هسه انا اتكلمت عنها دي يمكن تعتبر essential واحد. يعني بعد ذاك انت هتمشي intermediate وتمشي advanced، بعد ما تمشي يمكن essential اتنين. في اغلب اللغات بتديك object oriented programming. اذا عايز تسألني مثلا عن رأيي الشخصي في انه انا ابدا باي لغه، فانت ممكن تبدا بلغه سي بلس بلس. انا شايف انه هي لغه منظمه شديد يعني. سي انا ممكن ما اقول تبدا، يمكن لانه ما فيها object oriented programming، تمام؟ ما فيها object oriented programming وكده يعني. اما سي وجافا ما فيها functional بصوره صريحه كده. اما السي بلس بلس ففيها الاثنين. وفي نفس الوقت انت حاليا لما تيجي حتى تثبت الانفايرمنت بتاع سي بلس بلس، فبتكون انت محتاج مرات تنزل معها الجي سي سي اللي هو كومبايلر بتاع سي يعني. فعموما يعني ما تتشتت كتير في موضوع انه تختار لغه برمجه. سي بلس بلس يمكن يكون انسب، وحتى بايثون انا ما شايفها كعبه، بتقدم لك كل المفاهيم اللي انت عايزها.